والثامنة والنصف تماما ساعتنا، ونواصل هذا المشوار على الهواء مباشرة حتى التاسعة. مثل ما هي برنامج اجتماعي كوميدي ساخر يعالج قضايا مجتمعنا الفلسطيني وينقلها كما هي. في هذا الصباح مستمعينا سنسلط الضوء على هذا البرنامج الذي سيبث عبر موقع اليوتيوب وتلفزيون جدل في شهر رمضان القادم. معي الآن على الهواء الممثل هارون أبو عرة، أحد القائمين على هذا العمل. هارون، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين صوت فلسطين، تحياتنا لك. مثل ما هي نحكي عن هذا البرنامج، فكرته، كيف اخترتوا هذا العنوان؟ يعني من واقع الحال، مثل ما هي اسم على مسمى. يعني لما نحكي مثل ما هي أكيد ننقل الصورة كما هي، من غير تحريف أو تزوير، أو من غير تلقين، أو من غير يعني أي مغالاة أو يعني مبالغة في الأمور. يعني ممكن ناخذ الأمور مثل ما هي، ولكن نطرحها بطابع كوميدي، طابع يعني درامي، ونسلط الأمور عليها، نسلط الأمور على حلولها، ونسلط الأمور كيف إنه المشاهد ممكن يشوف الإشي الإيجابي في كل لوحة من لوحات الحياة. أه. الحياة لوحات، يعني إذا إحنا كفنانين بنطرح الحياة كلوحات، ممكن إنه الإنسان أو المشاهد يشوف في هاللوحة، يشوف نفسه، يشوف الإشي الإيجابي جواته ليطوره، ويشوف الإشي السلبي جواته يتجنبه. وهارون، كيف رح يجسد برنامج مثل ما هي الواقع الفلسطيني بطريقة بسيطة وبطريقة واقعية؟ يعني كما قلت سابقا، أكيد راح نطرح المواضيع ببساطتها، بسلاستها. مش بحاجة إحنا دائما أنا بحكيها، وإحنا بنحكي دائما إنه المشاهد ذكي مش غبي. المشاهد ممكن بكل بساطة إنه إحنا نطرح الأمور بصعوبتها وببساطتها، نطرح الأمور بتعقيداتها وبسلاستها، نطرح الأمور كما هي مثل ما هي، عشان إنه المشاهد نكون صادقين مع المشاهد، عشان المشاهد يكون صادق معنا. مش بحاجة إنه إحنا نقلد، مش بحاجة إنه إحنا نمثل التمثيل، بحاجة إنه إحنا نتقمص الشخصية، علشان إحنا نعطي فن ملتزم، فن محترف، علشان أه. إحنا بالضبط نطرح القضية مثل ما هي، ونطرح الدراما الفلسطينية، يعني لتوصل يعني بمراحل الدراما العربية. لأنه إحنا عمالنا نشوف إنه الدراما الفلسطينية يعني، وعذرا هنا لا أنتقد أي أحد ولا أهاجم أي أحد، ولكن الدراما الفلسطينية متأخرة كثير. وبتشوف الدراما الفلسطينية، لما نحضر دراما فلسطينية بنلاقي إنه إحنا عمالنا بنوقع بفخ الدراما الأردنية القديمة، أو بفخ الدراما حتى يعني الدراما الفلسطينية بعيدا عن الاحترافية. بتلاقي إنه كثير ناس عمال تشتغل في هذا المجال، هي ما تخصصت في هذا المجال. أه. كل الاحترام، الهواية هي مثلا أحد بنود هذا المجال، لأنه في ناس كثير هواة بيشتغلوا في هذا المجال صحيح، ولكن بحاجة للاحترافية. احنا بحاجة إنه احنا نصنع لوحة درامية فلسطينية، أكيد ترتقي في الفن الفلسطيني إلى الأمام وإلى الأعلى، كي يعني نرفع علم فلسطين أيضا في هذا المجال، كما نرفعه في مجالات أخرى. مه. خلينا نحكي عن فريق عمل برنامج مثل ما هي. كم عدد أعضاء وكيف عم بتتم مراحل تصوير هذا البرنامج؟ هل تصوير مشاهد البرنامج بتقتصر على رام الله فقط، ولا كمان راح يكون هناك تصوير في مناطق أخرى؟ يعني بلش في فريق العمل. فريق العمل مثل ما هي بلش فيه، واليوم الحمد لله رب العالمين. يعني ان شاء الله اني ما بنسى حد منهم، لانه يعني العدد كبير صار، مش بطلنا على شخص ولا اثنين ولا ثلاث. مثل ما هي نحكي عني هارون أبو عرة، ممثل وقائم على العمل. في عنا المخرج أحمد مسلم، وكاتب سيناريو ونصوص.
في عنا بالتعاون مع رنا سفكوني من دمشق، كاتبة دراما سورية بتساعدنا في النصوص وتنقيحها وتحليلها، وبتساعدنا أيضا في كتابة نصوص لبعض الأفكار. أها. في عنا فريق تلفزيون جدل مشكورين أكيد اللي انضموا إلى العمل. تلفزيون جدل ممثل بمحمد جبر، وممثل بعميد عبد العزيز كمصور. وحدة إنتاج تلفزيون جدل يعني مشكورين جدا، ساعدونا وأكيد هم واقفين معنا من الألف إلى الياء بالشيء التقني. عندنا ممثلين في العمل، بنحكي عن في عنا أميرة، في يعني أنا سوري الأسامي الأولى، بحكي الأسامي الأولى، مش راح أحكي أسامي أكثر من هيك لأنه أنا كثير صعب في الأسامي. في عنا أميرة، في عنا جنان، في عنا سلافة، في عنا بنت اسمها مروة من القدس من العيسوية، في عنا موسى حتاوي. أسامي كثيرة راح تنطرح، يعني راح نطرح وجوه جديدة، وراح نطرح مواهب جديدة، وراح نطرح ناس عندها خبرة وعندها إلمام في هذا المجال. لم تطرح هذه الوجوه من قبل، ولكن ستطرح هذا الموسم في مثل ما هي بوجوههم الطبيعية، بعيدا عن تقمص، بعيدا عن التقليد، ولكن بتقمص الشخصيات. ومراحل التصوير، وهل راح يقتصر التصوير في رام الله فقط؟ مراحل التصوير احنا يعني بنستقبل النصوص من جميع المواطنين عبر صفحتنا على الفيسبوك اللي هي مثل ما هي. بنقوم بتحليل هذه النصوص والتفكير فيها، ويعني تحضيرها لتكون مناسبة لروح العمل. بنقوم بتصوير حلقة في كل يوم بناء على همة يعني الشباب وهمة وحدة الإنتاج. بنجهز حالنا، بنصور الحلقة، بنشوفها بعد ما نخلص تصويرها إنه هل هي مناسبة ليتم طرحها للمشاهد، أم هل هي يعني لا ترتقي إلى المستوى. إذا كانت ترتقي إلى المستوى يتم حذفها ويتم تعديلها. إذا كانت مناسبة وإحنا في عنا رضا عن نفسنا، أكيد بكل بساطة بتكون جاهزة وبتكون رصيد لنا ليتم طرحها للمشاهد. وكم مدة كل حلقة تقريبا؟ مدة كل حلقة راح تكون 5 دقائق، يعني 5 دقائق اللي هو الحد الأقصى لها، والحد الأدنى راح يكون 3-4 دقائق. يعني احنا بنحكي في هذا الحدود لتكون مناسبة للطرح على اليوتيوب، لأنه احنا بنحكي على فلسطين. الشبكة اللي هي نظام الإنترنت عندنا فلسطين الكل بيتذمر من بطئه. واكيد بما انه اللي احنا نتذمر من بطء الانترنت، صعب جدا ان احنا نطرح على اليوتيوب مقاطع طويلة أطول من 5 دقائق. من ناحية أماكن التصوير، إحنا حكينا عن لوحات. هذه اللوحات هي لوحات مختلفة القصة، مختلفة الشخصيات، مختلفة المعالم في كل حلقة أو في كل لوحة. ولذلك راح يختلف أو تختلف وتتنوع أماكن تصويرها من رام الله إلى جنين إلى طول كرم. لكن ذلك أيضا يعود إلى الميزانية. إحنا بنشتغل في صفر كوست مثل ما بيحكوها، أو اللي هو نشتغل من الصفر. ليس لدينا تمويل من أحد. إحنا بنشتغل بشكل فردي وبشكل شخصي. شباب فلسطينيين نشتغل في جهودنا، لأن بدنا نخرج من مأزق الممولين الذين يقومون بتوجيهنا باتجاه المواضيع المختلفة. إحنا بدنا نختار مواضيعنا من صدى الشارع الفلسطيني، من نبض الشارع الفلسطيني، بعيدا عن الممول، بعيدا عن رؤية الممول. إذن بانتظار برنامج مثل ما هي، هذا البرنامج الاجتماعي الكوميدي الساخر اللي راح نشاهده على اليوتيوب وتلفزيون جدل في شهر رمضان القادم. تحياتنا لك الممثل هارون أبو عرة، أحد القائمين على برنامج مثل ما هي، ويسعد صباحك، يعطيكم العافية. تحية لكل أعضاء فريق هذا البرنامج. يسعد صباحك أخوي نديم. ولكن بالنهاية بحب يعني أذكر سامي قنديل، هو مساعد مخرج عنا، وبحب برضو أحكي إنه شكرا لصوت فلسطين على تسليط الضوء على كل المواضيع. يعني أنتم سباقين دائما بمتابعة هالأمور البسيطة اللي هي تعتبر يعني حتى إن كانت بسيطة أو غير بسيطة. صوت فلسطين عودنا دائما إنه كل صغير وكبير في الشارع الفلسطيني أنتم بتسلطوا الضوء عليها قبل مثل ما هي، قبل هالبرامج. فإحنا أكيد نتعاون معكم وبنكون جزء منكم لنكمل
مشوار انتم بلشتوه لتسلطوا الضوء على هالمواضيع في الشارع الفلسطيني. وتحياتنا لك. تحياتنا. شكرا لك.